مساكم الله بالخير جميعا. هذا تحليل مباراتي في الجولة الرابعة من بطولة عمان الفردية للشطرنج. في الجولة الرابعة ألعب بالقطع البيضاء ضد أمين العنسي. أمين العنسي بطل السلطنة 3 مرات سابقا ولاعب المنتخب، فلاعب خبرة، لاعب قوي. قبل المباراة حضرت له لو لعبت الإي 4 شفت انه يلعب الدفاع الاسكندنافي. انا بصراحة ما متمكن كثير ضد الدفاع الاسكندنافي، فما حبيت اغامر وادخل في الدفاع الاسكندنافي، خاصة ان منافسي تقريبا من اخر 3 أو 4 سنوات وهو يلعب الدفاع الاسكندنافي. فغيرت، ما راح العب الاي 4 وقررت اني العب البي 3. البي 3 جربته كثير في مباريات سابقة وشوف عندي نتائج طيبة فيه. فخلاص لعبت البي 3، قررت اني العب البي 3. وهنا منافسي دخل في التفريع الاساسي المين لاين بدفع الاي 5 والدي 5 مع الحصان على السي 6. فانا بصراحة يعني فرحت لما دخل في المين لاين، لاني حافظ المين لاين تقريبا لحد 13 نقلة. فقررت اني العب على حسب الحفظ، اربط الحصان، طالب اني اخذ الحصان وبعدين اكل الجندي الاي 5. منافسي حمى بالفيل، وهذه مرة بالضبط على حسب اللي انا حافظنه. يعني لعبت الاف 4، ما يقدر طبعا يضرب لانه راح يخسر الجندي الجي 7، بعدين يخسر القلعة. ف ولو لعب الكشة بحرك ملكي واموري وضعي طيب. هذه طبعا كله حافظنه، فعشان كذا لازم يحمي الجندي. في الغالب يمكن الاف 6 او الوزير، وفعليا هو لعب الوزير. زدت الضغط على الاي 5. عندي الحين الجندي والحصان والفيل كلهم ضاغطين على الاي 5، بينما الفيل رابط حصان السي 6، فالحصان ما يقدر يحميه. طبعا هو عنده حمايتين للجندي، اما الاف 6 او انه يربط الحصان مثل ما صار في المباراة. حصاني مربوط، ممكن يجهز انه يدفع الجندي، بس حاليا ما يقدر يدفع الجندي لانه مثل ما قلنا الجندي الجي 7 بيروح وبيخسر القلعة فيها. طبعا لو بيت حاليا وحاول يربط الحصان بياخذ الحصان مقابل القلعة. ممكن لاحقا اضرب واهدد فيله، والقلعة هذه ساقطة لا محالة. طبعا هنا انا ما بيتت، ضربت الجندي الاي 5، ضربت بالفيل. وطبعا حاليا ما يقدر يضرب الفيل لانه بيخسر قطعة فيها، راح يخسر قطعة. فلازم اول يضرب الحصان، يهدد وزيري، وبعدين يسترجع القطعة. وحاليا طالب القلعة، اطلع بالحصان على السي 3، اضغط على الجندي الدي 5 بقطعتين فيضطر يحمي، اكسر واسبب له اضعاف. وهذه هدف الافتتاح، بيتت. وهذه النقلة 13 انتهيت، وهنا انا خلص الحفظ تقريبا 13 نقلة. هذا اللاين تقريبا كله تكسيرات، فحصان وفيلين طلعوا برا على الرقعة. وهدف الافتتاح اني اضغط على الجنديين مدبلات، يعني كل التكسير هذه عشان اسبب نقطة ضعف عند الاسود. جنود العمود السي 2 مدبلات، فراح اضغط عليهم بالقلاع. ممكن اقدم القلاع لاحقا، اجيبهم على عمود الاي او السي، واضغط على الجنديين مدبلات. زائد جندي الاي 7 بعد نفس الشيء ضعيف. فهنا انا نقلت القلعة. طبعا منافسي خلال 13 نقلة ما شاء الله عليه كله يلعب البست موف. لو اشغل تحليل كمبيوتر تقريبا من بعد الدي 5 كله بست موف او ثاني بست موف. هنا البست موف كانت الاف 6، لكن الوزير هي ثاني نقلة. وتقريبا كل البست موف يلعب ما شاء الله، يعني مع اني انا حافظ ومنافسي ما كان حافظ اللاين. فاخذ وقته وجاب افضل النقلات على الكمبيوتر. فهنا
أنا تقريبا ما خذيت من وقتي، تقريبا بادي عندي ساعة ونص والحين عندي ساعة و29 دقيقة ونص، فما صرفت من وقتي غير تقريبا نص دقيقة. بينما منافسي أخذ ربع ساعة عشان يجيب البست موف. منافسي قوي ما سهل، فلازم بعد الافتتاح الحين لازم أتحذر منه. فلازم أخذ وقتي. هنا منافسي استمر يلعب البست موف، كل نقلاته تقريبا البست موف. الحين منافسي ضغط على الجندي الدي 2، جندي ضعيف. هذا الجندي الاي 4 ماسك الجندي الدي، ما اقدر اقدمه ولا بخسره، فاضطر احمي. الحين قدم القلعة على الدي 6، يريد يدبل ويضغط على الجندي، فلازم قبل عن يدبل لازم ادفع الدي 4. اكل بالتجاوز، كلت بالجندي ودبل القلاع، ولعبت الاي 4 عشان احمي بالقلعة الثانية. كنت افكر بهذه النقلة، لكن حسيت انها يعني بتسمح له يدفع السي 6، وبعدين راح يقدر يتخلص من الجنديين المدبلات. لو دفعت طبعا بخسر الجندي، فما دفعت الدي 4، دفعت الاي 4 افضل. جاب قلعته على الاي 6، القصد انه بيضحي، يعني لو نقلت اي نقلة عادية بيضحي، بياكل بالوزير وراح ياخذ قلعة في الاخير، وبيكون عنده جند زيادة، يعني 6 جنود مقابل 5 جنود، فلازم اتصرف. وحركت القلعة طبعا. لعب الاف 6، جبت القلعة على السي 4، القصد اني اجيب القلعة على عمود الاي واضغط على الجند الضعيف. رجع يضغط على الجند الدي 3، نفس الشيء ما اقدر اقدمه لانه بخسره بكل سهولة طبعا، فلازم ارجع ادافع. فكرت بهذا التفريع اني اضغط على الجندي، لكن هذا الوضع خسارة بعد ما حسبته، ولو اكلت هذه خسارة تقريبا. بيجيب القلعة الثانية، وبعدين راح اخسر مثلا لو قدمت هنا بخسر الوزير، ولو قدمت هنا تقريبا الوضع صعب. نفس الشيء تقريبا. يقدر يضرب القلعة، يقدر يعني حتى ممكن يدخل بالوزير، ممكن يقدر يدخل بالوزير وياخذ القلعة بلاش. فما اريد اعطيه الفرصة انه يهجم، فانجبرت اني ارجع احمي. وهنا منافسي تقريبا يمكن غلط الغلطة الاولى حاله في المباراة. انا حسيت ان النقلة هذه غلط، الجي 6. طبعا هو كان خايف من الضغط القلعة، يعني نقلة الاف 6 وبعدين الجي 6، خايف من القلعة رابطة الجندي وضاغط، وممكن يعني يكون عنده هجوم. فلكن هذه النقلة غلط، انا حسيت انها غلط، فاخذت وقتي ولعبت الاتش 4. اريد افتح الحين، ما يقدر يدفع الاتش 5 لانه بيخسر طبعا الجندي مباشرة. بس منافسي ما شاء الله عليه اخذ وقته وجاب البست موف. لو شغل الكمبيوتر مرة ثانية، البست موف اف 5، وانا بامانة ما شفت الاف 5. يعني تقريبا اخذ 10 دقائق وجاب البست موف. ما اقدر اكل لانه بيدخل بالوزير واخسر القلعة، فاخذت انا وقتي بعد نفس الشيء ودفعت الاتش 5. اخذت تقريبا 7 دقائق. اكل منافسة على الاي 4، اكلت انا على الجي 6. وهنا بصراحة انا كنت خايف انه ياكل على الدي 5، ولو اني انا اكلت وافتح الدفاع على الملك، وحاولت مثلا اضحي بالقلعة ادخل وزير، حسيت ان الوضع صعب. الجندي هذا ما يتوقف خطوتين، ووضع صعب. ما حسبت في الاخير، لكن شفت ان الجندي هذا ما يتوقف، يعني ارجع احمي وهذا لعب سلبي، او اني اقدم القلعة احاول اهدد الكشمات. بس طبعا انا ما حسبت لهذا البعد. منافسي ريحني، ما اكل على الدي 3، اكل على الجي 6. والجي 6 غلطة، الكمبيوتر يقول غلطة من وضعية تعادل إلى وضعية فوز الأبيض 2.3.
فأنا ضربت، منافسي ضرب، والحين طبعا الكمبيوتر يقول لي اضرب على السي 6 وهدد الجي 6، لكن نفس الشيء أنا كنت خايف من أكلة الجندي على الدي 3، فأكلت، أكل وخلاص. دخلنا نهاية قلعة، كل لاعب عنده قلعة، وأنا راح أضغط على الجنديين الضعيفين في عمود السي، أو الجندي اللي على عمود الاي. فهذه الوضعية فوز، وأنا في أثناء اللعب كنت شايف إنها وضعية فوز. قربت، أو قبل أن أقرب الملك دفعت الجندي أهدد القلعة عشان أبعده عن العمود المفتوح. أريد أقرب ملكي، لكن بيدخل بكش وبخسر جندي الاي. فشفت إن قبل عن أقرب ملكي أول أهدد القلعة، وبعدين أقرب ملكي. لو أكل أنا أكل الجندي، وراح يسقط جند السي بعدين. طبعا هي الكمبيوتر إذا شغلنا مرة ثانية، الكمبيوتر يقول لي أفضل نقلة إني أحمي الجندي الإي، وبعدين أقرب ملكي على راحتي. يعني يكون القلعة محبوسة ما تقدر تتحرك، الملك محبوس، وضعية الأبيض مسيطر عليها. بس أنا قلت يمكن بيدخل بالملك وبيحمي جنود السي وبيحرر القلعة، فعشان كذا استعجلت بنقلة الملك، وبعدين قربت الملك مرة ثانية، والحين ضرب الجند الدي، وما زال الفوز أبيض. فالجندي السي ضعيف وجندي الاي ضعيف، فأضغط على الاي، دفع السي، رجعت على الجند السي، حمى السي، والحين كشيته عشان أخذ جند الاي، رجع يحمي جند الاي، فأعطاني جند السي إجباري، وثلاث جنود مقابل جنديين. أفضلية للأبيض، فوز تقريبا، فوز صريح للأبيض، بس عاد لازم ألعب بدقة. وهنا أنا أخذ وقت طويل، لعبت القلعة على البي 5 بس، أخذ تقريبا 12 أو 13 دقيقة. حسبت إن لو أكل ودبل جنودي على البي، أنا عندي نقلة انتظارية هنا، وعندي خيار إني أدفع الجندي خطوة أو خطوتين. لو حاول يدخل جهة جندي الجي بدفع هذه وبعدين بتقدم. لو دفع ممكن أترك له الجندي، لكن هو بيخسر الجندي بذي الحالة. ففوز، شفت إنه فوز أبيض. لو حاول يتحرك جهة جند الجي، ولو حاول يتحرك جهة جنود البي بدخل أنا بملكي، ونفس الشيء هذه فوز أبيض، لأنه بيكون جندي أسرع. بدخل وزير بكش، وبعدين الكشات سهلة، بكشش الملك لحد ما أخليه يتحرك قدام الجندي، أجبره يتحرك قدام الجندي، وبعدين أقرب ملكي، بينجبر يعطيني الجندي. وهذه فوز أبيض طبعا صريح. بس المشكلة كانت، وهذه اللي أخذت فيها وقت طويل في التفكير، يمكن ما يروح جهة الجندي البي أو جهة جندي الاتش. لحظة، يمكن يتقدم ياخذ المقابلة على الملك. هنا أي نقلة مستعجلة تعطي تعادل، الجي 4 تعادل، الجي 3 تعادل، فلازم أحرك الملك، وإذا راح جهة الجنود البي أقدم ملكي، نفس الشيء. وهذه فوز. فحسبت تقريبا 12 دقيقة، وفي الأخير لعبت القلعة. طبعا منافسي ما أكل، وهذا طبعا لو أكل خسارة. عنده قلعة يقدر يقاتل فيها، فهنا كملت، عفوا كشيته، قدم. طبعا أقدر لو كليت بيكشني وراح ياخذ الجندي، وهذه وضعية تعادل. أنا في المباراة استعجلت بصراحة، هنا أكلت وأكل هو وأخذ وضعية تعادل، وانتهت المباراة تعادل. كان المفروض أني أخذ وقتي وأشوف الفكرة. فكرة الفوز أني أقرب ملكي، ما يقدر، ما استعجل على أكلة الجندي. لو حاول يكشني بهدد القلعة، لو حاول يهدد بطرد قلعته. خلاص من ملكي لما يحمي جند البيئة الحين أقدر أكل، فبيضطر إنه هو يهدد جند الجي،
وهذه فوز صريح. مثلا بجيب قلعتي خلف الجندي وبضحي بقلعتي، والجندي سالك، فوز، فوز صريح للأبيض. لكن أنا للأسف استعجلت وأكلت الجندي والوضعية تعادل، وضيعت فوز صريح بأمانة يعني. لكن الحمد لله على كل حال، حاليا عندي 3.5 نقطة من 4 جولات، ما زلت قريب من الصدارة. مباراة القادمة صعبة، فلازم أحضر لها بشكل أفضل. شكرا شباب على المشاهدة، بالتوفيق إن شاء الله.